السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متشرف جدا إني مع سادة عظماء في هذا المجال الإعلامي، إني داخل معاكم في هذا القسط، يعني شرف لي الصدق. اخوانك في تركيا، اخوانك ما في عظماء ولا شيء، اخوانك والله. الله يسعدك ويحييك. هذا الصدق، ما قلنا شيء إنه. المهم، طال الله في عمرك، معك تركي الشمري. نعم. كان الرياض، نعم عليك زود. عمري 22 سنة، شغال في مجال السوشيال ميديا تقريبا قرابة ال5 سنوات أو 4 سنوات. بالشكل كبير يعني أنا شغال حاليا اللي هو في مجال الشورت سكتشز أو صناعة الأفلام، أو ممثل يعني. مثلت أكثر في، يعني مثلت فيلمين، وقاعد تنعرض حاليا في أكثر من مهرجان، مهرجانات صغيرة، وإن شاء الله على قريب بإذن الله راح نعرض في مهرجان البحر الأحمر حق الأفلام السعودي. تأهل فيلمكم؟ فيلمكم تأهل للمشاركة في البحر الأحمر؟ والله هو حاليا زي ما قالوا لهم اللي هو هي البحر الأحمر نفسهم في عندهم اللي هو أكثر من تصفية، فحاليا هو مرحلة الإيديت والتعديل الصوت والألوان، بعدها نرفعها لهم عشان يعرضونه بإذن الله. وش دورك فيه تركي الفيلم؟ أنا ماني الدور الرئيسي، ولكن أنا صديق الشخص اللي موجود في. دورك وش تحكي؟ وش الدور اللي قاعد تمثله أنت؟ القصة بشكل عام يعني؟ لا ما أبي القصة، أبي دورك أنت. دور شخص مظلوم، هل دور صديق، هل هو سيء؟ لا، أنا الشخص الجيد يعني في الفيلم، ولكن أنا صديق الشخص السيء. يعني أنت الولد الجيد. وجهه مقبول. الله يقبلك يا حبيبي، بس أحس فيه شوية غباء. واضح. والله وجهة نظر. رد، خذ راحتك تركي، والله اني اسمح لك انك ترد عليه، خذ حقك تكفى. خذ حقك. اطرح وجهة نظري. اصلا اي شخص معليش في انتماء للرجال انت خابر يكون يلحقه بعد من الغباء. انا اقول له نوقف المقابله. اوف من يجي ليه؟ دقيقه فارس ايش دخل فارس؟ فارس قاعد يرسل عندي هنا اشغلنا. تركي، انت تقول ناشط في السوشيال ميديا صحيح؟ والله نعم. يعني 5 سنوات، ايش قاعد يعني ايش تنتظر انه تقدم لك برامج الواقع وانت لك 5 سنوات ما شاء الله في الميديا؟ يعني ما كفتك الميديا؟ والله طال الله في عمرك، شوف هي انا صراحه، انا اعطيك صوره بشكل عام يعني واكون صريح معك. انا في برامج الواقع ما قد يعني ما يعني تكون معك صريح، ما قد شفت ولا برنامج واقعي. طيب ليش كذا؟ اسمع خلينا تبتيك السابق. يلا تفضل خذ راحتك انطلق. لين اخر برنامج اللي هو برنامج الاستوديو. الصراحه انا شفت برنامج الاستوديو علشان شخص من الاشخاص شارك فيه، وحبيبي الى قلبي، واحب اوجه له تحيه، الاستاذ مشعل القحطاني. ما عليك زودين. نعم، مشعل القحطاني من اعز الاشخاص اللي عرفتهم في هذا المجال، ودخل في الاستديو هو الشخص اللي حببني في القنوات الواقع يعني. فصدق اني شفت انه فتح لي مجالات وافاق من التفكير، انه قناه الواقع مو نفسها قناه الواقع القديمه، فيها مجالات فتحت كثيره من ناحيه التمثيل، من ناحيه التقديم، من ناحيه يعني اشياء كثيره، حتى يعني تصنع نجوم على اللي هي نفسها مقولتكم اللي هي حاليا، وهذا الشيء الصحيح والدارج حاليا، انه تصنعون النجوم. يعني ما شاء الله، حتى حافظ سلوغن حقنا ما شاء الله. حافظ سلوغن انه مصنع النجوم. عليك انا فتفتك متفتت. طيب ايش رايك في تجربه مشعل في الفيلم اللي سواه؟ في الفيلم وصل 500,000 يعني، المشاهدات هي اللي تحكي يعني، فالنجاح باهر. وين تركي؟ هل تركي افضل اداء ولا يغطي على مشعل؟ مشعل عشان تكون في صورة، انا مثلت معاه فيلم اول. مصورين بالسناب، لان ما اذكر مشعل ادى قبل فيلم حقيقي يعني. كان مصور بالجوال يعني الفيلم حقكم قصير يعني؟ لا مو بالجوال، بالكاميرا. ولكن طال الله في عمر مشعل جاب لابتوب، قلت هذا لابتوب ما ادري ايش، دخلنا الذاكره نحذف كل شيء. الله يرضى عليك. انا ودي بدور تمثيلي من تركي اذا يسمح لنا. وش شوف تخشون معي، واحد يخش معي تم، اما خش لحالي ما يصير. بماركه اجيب لك ماركه ومثل عادي. لا شوف انا احس راكب عليه جو الحزين صح يا احمد؟ اي انا اشوف انه يا اخي عادي، هذا المخده عندك انتقلت الى رحمه الله، بس بينها كامل عطنا.
اصيح يعني اصيح تبي اصيح اخي لازم ما تمثيلك. طيب اسمع، انت كانك انت المخده وانت احتس معاه. احتس معي، طلع عليك. احتس يعني احمد المخده. هذه اسقاطه هذه. حلو، هذه اول وحده عشان تقبل منها. اسمع المخده عندك ولا عارف وش الحين. انا ما نبي عندك قريب، انا المخده الان جنبك. هو يعيش الجو يا احمد. انت المخده يا احمد، رد عليه. احمد انت مخده لك. يقبلون مو عشان كلك المخده يا حلو. هذا الرياكشن صح. اسمع يلا عطنا. لا خلاص تبي نعلمك والله سامحناك. اسمع اقسم بالله ردك يكفي. لا لازم يمثل احمد. لازم عطنا والله عندي بالاكونت في الحساب مليان بس انه ما يستحق. انا ما عندنا وقت يا تركي ندخل الحساب. يلا خلاص. ايوه سوي طيب. انت حزين، كلم انت، فضفض. اسمع انت لنفترض ان الشباب ما قبلوك وانت رايح لصديقك مشعل الحين تفضفض له. اعتبر مشعل هذا مشعل. ايوه طيب يلا. انت ممثل تركي خلاص، عش الكاركتر. طيب وش والله ما يصير يعني يا خلاص. لا يصير. يلا يصير. لا تطالع فينا، لا تطالع، عش الجو. احنا ما نشوفك خلاص، ما نشوفك. يلا روح، ما نشوفك. انت ابو يلا خلاص يلا روح. طيب اعيش انه هذا مشعل صح؟ اي هذا مشعل المخده. مشعل قحطاني دخل بث. مشعل ورب العباد انك انت يا اخي راسك صغير. بعدين شاري جوال ب 4500 ليش؟ يعني خلاص قلنا تخلص. بس يا مشعل والله حرام. يا مشعل يا ابو راس يا اخي مشكله. امس طقطق على داني والله اني امس طقطق على داني قسم بالله العلي العظيم. الله ينتقم منك يا الشيطان. يا تركي انت قاعد جالس انت وياه في مجلس، احنا بيدور تمثيل. امس جلست معاه والله اني امس جالس معاه وتهوس معاه. بس ما صار حزين يا تركي. طيب اسمح لي ابو عبد الله، هذا اسفاف ولا يعني انا اشوفنا. نعم انا اتمنى نوقف. شكرا لك يا تركي، ان شاء الله تعالى يتواصلوا معك شباب. شكرا. ما ناسبني اللي جلس. على خير. يلا السلام عليكم. يوم كبير لكم. كيف اطلع؟ ما اعرف ترى اول مره بث. يعني ايش بتجلس معنا يعني لنهايه اليوم ولا كيف؟ ما اعرف تعلمني دق. شفت عارف والله ما اعرف. ما تقوى يا معك. والله العلم يا عيال كيف اقفل البث مره واحده ولا قفل. لا معليش شباب قرب تبدا شوي. ورب العباد ما اعرف يا عيال كرشوني. طيب عادي. اسمع عندك تحت المضيفين. اضغط على المضيفين. دقيقة ابوي جاء يا عيال بلعب جولة معاكم ما اعرف والله. ابوي جاء والله ابوي ما يدري تبغون والله. انا تخيلت ياخذ الجوال يركض يقول ابوي جاء والله ابوي جاء والله يا عيال. وين لا مش الله ينكب كنت انا اوريك مشهد. خلاص شوف تركي، معك دقيقه ولا بنحرمك من المشاركه نهائيا. يا اخوي تكفى والله ما اعرف اطلع. والله معك دقيقه يا تركي. كل شيء دقيقه. بنادي عمر اخوي يعرف كل شيء. يلا نادي عمر والله تلعب سوني. ايش هو راح يدعي اخوه الحين يقفل البث؟ الحين ما في شيء يستبعده. ما لازم هو يطلع. معليش عمر اخوي رايح خوالي والله رايح خوالي. معليش الله يرحمه. يا ما بيقفل البث مشاهدات حلوه. اسمع تركي الله يرضى عليك. اوه عرفت. يلا يا ابوي بس يعرف بس مسوي فيها سلكت بطل. هذا يعتبر ذكاء. والله جننتكم. يلا لا مو ذكاء خلاص، مو فله خلاص. بهذه الدقيقه لا اله الا الله. خلينا نتنسم. قل لا اله الا الله. اصبر يا فهد. هذا اول شيء تركي. شخصيته اول ما دخل علينا شخصيته حلوه، بعدين رسمها شوي، بعدين فكت معه. هذه الشخصيه اي طبيعي يا احمد. ايوه طيب عشان نكون بالصوره بس يا اخوان، ما نبغى نطول في القستات، باقي عندنا عدد.
حلو. كم فهد اليوم؟ تقريبا عندنا 26 شخص. والله خلي شوف فهد، خليه ياخذ راحته، انت وراك شيء؟ لا ما وراي شيء، بس خلي تطلع شخصيته تكتشفها صح. يلا اقبل واحد الحين. خلي احمد يتنسم. لا انا عادي، بس اني كنت ناخذ راي الموجودين بعد. بعدين شخصيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. كيف حالكم الربع؟ السلام والرحمه. يا مرحبا وسهلا. انا ادري لكم انشد فهد معيان، انا ادري يا الربع. الحين يمكن ما تقبلني ليه؟ ما ابغى. ها؟ ما ابغى. شيء ما تبعني. ما ابغى اقبل. ما تبى تقبل؟ اي اعطيتك رفض، يعني انا ما ابغى اقبل. يعني مخرني على لحمة الحاشي والاستراحة. مع السلامه، تفضل. ومن الساعة 9 يا ابو معيان. ها؟ يا استاذ مايك تفضل روح لحمة الحاشا. الله يحفظك. خلاص جيب جلسة. انت بتروح الحين ولا تبغى تجلس؟ والله شاد ابو معيان. ماني شادها، بس انت تقول انت ورا مأخرني، يعني انا ما اشتغل يا عندك. اخي الواحد ما يحاول. مساكم الله بالخير الربع. حياك الله. ماجد عرفني بنفسك. معكم ماجد بن نادر الديابي من الطايف، الحوية تحديدا، شاعر. عرفنا عن نفسك ماجد، معك دقيقه خذ راحتك. تبون وش اعرف عن نفسي؟ وش حطونا اسئله؟ سؤال ما بسالك على طول، سولف عندك دقيقه. تبون انت اسولف؟ احيانا بيجي البث عليك إيه؟ تتكلم تاخذ راحتك. الحين لك دقيقه ابغى اعرف من هو ماجد. عرفنا عن ماجد. ماجد يا ابو يتابعونك العالم تشوف، عطنا من هو ماجد. انا من النبتة. سم اتشيك مرتبك. ماني مرتبك، انشدوني. ما ادري عنك. انشدوني احنا ما ادري ايش احنا عليه. ماجد دقيقه انت جالس لحالك الحين وقدامك كاميرا لحالك، ما عندك احد. ايه وانا اخوياك موتر قود اللي هو. وش فائدتك هاي يقول يا لجنة التحكيم انا ما جيتكم نفاخ كير. ابو نادر كمل. روح كمل. يا لجنة التحكيم انا ما جيتكم نفاخ كير، جيت اقعد الدنيا واقومها يثور غبارها، جيت تحدي ما علي من الصغير والكبير، ما دام في مناي بندق ما يزل عيارها. شاعر وانا ماجد ومشيها على سلك الحرير، بعلم مواجيب رجال صغارها وكبارها. كفو كالطيب الله يطول وسلامتك. سمعت هذا البيت، شاعر وانا ماجد ومشيها على سلك الحرير، وعلم مواجيب رجال صغارها وكبارها. طلعت فاز ابو معيان. سجل 1-0. اترك التابع يا الرجال فاز يا اخي. اعترف يا ابو معيان، اعترف انك فايز لي اياه. لا يا استاذ ماجد، انا عندي تيك توك اتابع فيه كل غث وسمين. والله كل سيء وجيد. ماجد وش عندك موهبه غير القصيد؟ احفظ والله وانا يا ابن الحلال منشد بعض كذلك الاحيان. ماجد احفظ السيء والجيد. ايه عاد مش من حقك تحفظ السيء والجيد ابو معيان. يعني عادي. الحمد لله انا ما اقدم لك كل شيء جيد، ولله الحمد تظلم من الله. وش عندك غير القصيد يا ماجد؟ والله غير القصيد طال عمرك عندي كل شيء. وش تبى بس علمني واعلمك بالليل. وش جاي تقدمه في البرنامج؟ ابى اقدم اللي الله انت الحين يوم يقدمني جيتنا الحين جاي تقدم البرنامج، تاخذ لك كم شهر عندنا. انت شو تقدم لنا؟ وش تنفعنا فيه؟ بس وين جاء مجال السوالف سولفت، وين جاء طيب. مجال القصيد اعطيتكم قصيد، وين جاء مجال القصص اعطيتكم قصه، وين جاء مجال الانشاد ابى اشارك ولا اني بمشارك. وين جاء مجال المشاكل؟ والله ما احنا براعي مشاكل. لا تحلف طيب. والله العظيم ماني براعي مشاكل. يجيك واحد تؤمن بالله يا ابو دماغهم في وجوههم يا ماجد واضح. هي تؤمن بالله اني ما تهاوشت 12 سنه وانا في المدرسه، غير هاك الليل سنه اخر سنه في الثانوي، وداوم هاك الليل في الثانوي ويدي مكسوره. جاني كسر في الترقوانيه، ويجيني واحد من عمي قال يا ولد انا تهاوشت. قلت يا انا يدي مكسوره وانت. قال العلم جاك يا ابو نادر انا تهاوشت. يوم جاء يا رجل اقسم بالله انا طولي 165، يوم جاني متهاوش معه وانا عايم فيه كذا. العظيم ورب الكعبه يا رجل وكان يدي مكسوره والعلم مكسور، لو يدفري رحت فيها. وحنا وما هو راح يجلدوه وجلدوني معه. السلم حبزي والله ما ماجد قول واحد. فهد ترى بطلعك. فهد احنا نعاني من تنمر يا اخوان، احنا نعاني من تنمر يا اخوان والله. وش الكلام هذا؟ عند السؤال والله ما دريت نفخ. عند السؤال هذا هذا تكون سريع بديهه يا ماجد. عند السؤال فهد. عند السؤال ماجد قول واحد. قول هذا.
جاء شد عضلي في لسانه. ما فهد لي حيله، ما لي حيله يا ولد، هذا ما راح يعفي عنه. فهد قال هذا يا ويلي ويلي ابكر انكشف ماجد. على طول، لا اله الا ها. ابغى تسمعني، انا اليوم ابغى شعر في خاطري أبشر كذا. والله بس سعد يا ابو. احس قلبي خضر كذا، ابغى قصيده. تبى قصيد؟ قلبي خضر يعني واضحه وين. تبى من قصيدي؟ وانا ترى شاعر وحافظ من قصيدي اللي تبى. اي لا قصيدك انت. يقول طال عمرك يا وقت تبى الرديه؟ بعطيكم رديه زين. تريد دي اذكر اني شفتها بينك وبين ابوك. الله الله ابشر بس سعد بروح. عطنا. هذه رسلتها لابوي طال عمرك، قلت يا ابوي اللي يمده يا ربي على ذكر ابوه معيان لولا انت يا ابوي. لا كمل ماجد، خله كمل. إيه. يا ابوي اللي يمده وانا خاطري عمس، ولي مدة والنوم عيا يجيني، وانا رجل ما يترك فروض هالخمس، الصوم والصلي والاسلام ديني، ما ادري متى علي تشرق الشمس، وما ادري متى الدنيا تبى تلد فيني. انا اشهد ان الكبد محموس تنحمس، كل الوظائف تعتذر ما تبين. رد ابوي قال حي البيوت اللي على قافيه امس، بالصدر ولا العجز جاين عليني، من شاعر في عالم الشعر له رمس، توه على الساحه ولا يبيني، يشكي علي ويضرب الخمس بالخمس، يا بالوظيفه تسنها في يديني، يا ماجد الارزاق مع شرقه الشمس، الله يوزعها على المسلمين، وانسان تبغى العلم بالجهل والهمس، يطيب شيء مكسب باليميني. سلامتك. لا حسانك صح تبداك الله يطول عمرك. وبعض الاحيان ينشد والله، بعض الاحيان لكن الصوت عطنا ماجد، ما سمعنا اليوم ان شاء. بس اذا الصوت زين يحسبوه من التقييم. لا بنحطه هذا احتياط، ما عليك رح. اي خلاص يلي هذا. الله يا خوي الجنب يقرع الصوت. الله عليك. اصبروا يا خوي الجنب، لا عاد تلحقني ملام، أنت ما تدري وش اللي يشيله منكبي، الخفايا بين حدب الضلوع لها مقام، أكبر من دبي والشارقة هو أبو ظبي. سلام عليك يا ماجد. صوتك الله يطول عمركم ويبارك فيكم. قاعد ورجال وعفوي ومقبول. الله يطول عمرك ويبارك. والله شهادتنا ماجد والله ما شاء الله تبارك الله ونفوك ما شاء الله. الله يطول عمرك يا ابو. صراحه مميز. ماجد شوف ماجد انت من الحين ان شاء الله خلها ان شاء الله الامور طيبه. اسلم يا ابو معيان. تقول رايك الحين. سم تقول لي قبل شوي ما تقول رايي وانت تقول رايك الحين. خلاص ماجد جهز شنطتك. يا والله واجد. يا والله واجد تستاهل الطيب يا ابو. الرياض يطول عمرك. الرياض الحمد لله. بس ريال لا ترى قريب يعني قريب بنكلمك. الحمد لله. لو تدق لا احط لك طياره. الله يوفقك يا ماجد. الله يوفقك، تستاهل الله كل خير يا ماجد. انا متوقع ان الجمهور حبك لان سبحان الله هي توضح من البدايات، فما شاء الله تبارك الله. انا مبسوط جدا، خليني اقول انا اعتبر اليوم فكره التيك توك نجحت لان شفنا ماجد باريحيته. يعني لو كان هذا اللقاء في القريه او في مكان كان جاء شادها ولا شفنا هذه العفويه والاريحيه. والله نصات. اسمح لي بس سؤالين، كم عمرك يا ماجد؟ عمري 23 سنه، متخرج من جامعه الطائف نظم معلومات اداريه. والله اظن ما تعرف نظم شيء، انا متاكد. لا تحطها في ذمتك اخوك، لا تحطها في ذمتك الواحد. انا درست في جامعه الطائف ترمين. لا بين يا ابن الحلال انت على التوفيق يا ماجد يا حبيبي. الله يوفقنا وياك. الله يوفقك يا ماجد. وفق يا ماجد، الله يوفقنا وياك يا رب. ودناك الله. دخول حلو. هو نظم بس انه شاعر نظم، اما نظم معلومات ما اتوقع. لا دخوله عفويته هي الصح. احمد انت وين شفته ما شاء الله تقول رديته مع ابوه؟ شفته في انا قد شفته في التيك توك شفته. والرجل ترى كان شاده بعدين شاف قبل. لا هو حب ترى دخوليته حلوه ترى. ليش سكت؟ هذا الدخوليه الصح. حب انه يكسر الحاجز بدخوله مع فهد معيان. فهد احيانا رياكشن حق وجهه اذا شدها زي كذا انا ما اعرف اسولف معه. فهد في حالتين انا ما اعرف اسولف معه، اذا شدها واذا قعد جنبك قاعد ياخذ زفير شهيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير. يا مرحبا ومسهلا، حياك هذه الله. الساعة 12 يعني قلنا نصبح عليكم، كيف اموركم؟ الله يصب. جت 12 امه. ايه بعد الله ما 7 جت دقائق. لا باقي 4 دقائق باقي 7 دقائق. تو. طيب ما يمدي. تفضل كيف استاذ، أموركم؟ حدثنا عن نفسك يا سالم. يا سالم لبيك. الله يلبيك، انت حاولت دخول بواسطه صح؟ سم؟ حاولت انك توسط بحد صح؟ لا انا ما توسطت بأحد. انا كلمت، انا قدمت على كلمت صلى على رسول الله، انا قدمت على على ال... على الرقم، وكلمت محمد بن سعيد الفهري. ايوه ايش تبغى؟ لا ما ابغى بشيء. شوف هذا موجود سلم ويسمعك. والله العظيم ما قلت له شيء. بس ما ادري الصدق انا قايل. بنفسك يا حبيبي. مرحبا ومسهلا، سالم بن صلاح بن سعد الشهراني. ونعم. ما عليكم زود. من وين يا سالم؟ من ابها، لكن حاليا في الشرقيه. طيب سالم، حدثنا عن نفسك، عرفنا عليك اكثر. ايش تحب، ايش ما تحب، كيف عشت الحياه؟ اعطنا عن نفسك، تكلم. والله عشناها برضا وبستر وبعافيه، هذه اولها. الله يديمها يا رب. ثانيها انا شاعر ومنشد، و في كل جو لي مجال. نحمد الله ونشكره من فضل ربي. كم عمرك يا سالم؟ عمري 24. ما شاء الله. متوظف؟ اي نعم. ما شاء الله، الله يرزقك. طيب كيف بتسوي مع الوظيفه الدوام والبرنامج؟ اموري طيبه نحمد الله ونشكره. متفرغ. لا بس انا اشوف سالم انت واضح تزعل من المزح الزايد. لبيه؟ تزعل من المزح الزايد انت؟ المزح اللي ما له وجه. شلون المزح؟ عطني المزح اللي باليدين، مزح اليدين. يعني اذا المزح معك باليدين تزعل؟ اي مزح اليدين ما شيء بس. راح نص الريالتي. طيب غيره كيف اجي اضربك واقول لك امزح معك؟ يعني لو سقعتك كذا خلاص زعلت علينا؟ لا ما هي مزح، يعني مزح بالحد المعقول يعني. المشكله انه مرسم ذا الحين يا احمد، تقدر تفرع زينا؟ انا كنت في عزيمه، فرع. طيب فرع عادي مو في مزح يا سالم. شعري خليه كذا. لا عادي بكره تجلس في الشماغ 24 ساعه عشان معقول يا فهد. ما معقول انت معقول ما معقول. انت شايف الوضع يعني، انت شايف الصناديق، شايف مبسوط في ذا الصيف وذا الحر تهبهب. انا ما طيب. شو يقول الشاعر يا سالم؟ ايش تقول انت؟ اقول انا، ما يقول الشاعر. يلا ايش تقول انت؟ ابي بويتات ولا قصيده؟ قصيده رح، ما عندنا شيء، فاضيين. صلوا على النبي. اللهم خلها ادمجها يا سالم. اللهم صل وسلم على نبي محمد. خلها انت تقول صوتي زين منشد، نص ونص مره واحده على خشمي. ليش؟ يا وجودي وجد من عاش في صم الجبال، حدها اللي حد جده وابو جده وبيه، أو وجود اللي بلاه الدهر مع كل جال، كل ما يصبح يجي الحظ يلعن والديه. أتوجد والتوجات ما فاد الرجال، لكن الحظ أرضي مبتليني ومبتليه، أرضي حظه يفوق الهقاوي والمجال، والكفو حظه رضي وارضي ما لد فيه، دايم زبون الكفو والاجتهاد والانعزال، لا لقى حاجات عيت يروح وما عليه، شيخة النفس الكرامة وهذه راس مال ما يهين النفس كود الهلايم واسفيه، ولا أنا يا وجد حالي على اللي لا يزال حلم 20 سنة عاد قلبي يهتويه، كنت أحسب إنه يحقق ولو هو في الخيال، وكنت أحسب إني أبوصل وبحق رس فيه مير حظي عيب، والوقت الأكشر له سؤال ليه دايم حظك الشين متصبر عليه، يا رفاقه هذه الشمس من بين الطوال تحترق، مير الصبر دايم ينشر بديه، ويا وجودي يا علي أثر ما جانا مجال، لا تعزونا في شيء يروح اللي نبيه، حظنا شين وتردى وجعله السلال، ما يبي يفزعنا في السلوم وفي الوجيه، مير كتفك يا علي دايم ضد الرجال، صفنا واحد ونطع على وجه السفيه. سلامة الجميع. صح لسانك سالم.
صحة ابداع. جالسين جلسه يا سالم زين، انتم أسلم. اثنين الكاميرا عليكم طفشانين ما عندكم شيء زين، سلام. وش في خاطرك تسوي عشان تغير الجو؟ تغير جونا احنا كمشاهدين، تغير جو اخوياك، اطرق. تغني. بيضيم علينا زياده. لا اطرق طارق كذا يعني. كيف؟ يلا عطنا ورنا. نسيت هذا قبل شيء، غنيت هذا قبل شيء. والله ما عاد ندري كيف حنقايلين، غارة من هناك وغارة من هنا، غير خفوا علينا اللوم يا مسلمين، نعرف وش علينا ونعرف وش لنا. الله يهديك. انا باقي من سيدي ما زال جوي سالم. كيف ما زال جوك؟ باقي يا ولد ترى للحين انا معك فجلسه تعبان، غير مودنا. قصدك اخليك تضحك؟ اي شيء يا اخي، قم تتحرك كعكه، قم اضرب هذا، قم اسكح هذا، قم غن، قم تعلق بالشجره. فهمت علي سالم؟ ايه قصدك تحريك طاقه، دوره دمويه في الجسم. نعم، هذه تحرك الدوره الدمويه في الجسم ترى تعطي نشاط وحيويه. يلا اسلم. عادي بنهب فهب انا وياك في يعني في المكان اللي احنا فيه. تزعل يا سالم، تزعل على طول. ازعل ليه؟ تقول انا ما احب مزح اليدين، شلون بتهبد انت وياه؟ لا مو ما يا اخي صل على الرسول، انتم خذيتوها ما قالوا تبوها ما بيتوها. تقول انا ما احب مزح اليدين، ما انا قلت. باجي دقيقه، باجيك الحين وانت فاهي كذا اما اقول طنق على فمك. سالم طيب ما دام اوكي، انا مع سالم. انا مع سالم في مدح اليد مش جيد. لكن انا ابغى اسال سالم سؤال. دقيقه لا اسمح لي سالم دقيقه، من اللي ما يحب مزح اليدين؟ انا احبه بس مش جيد. نص الكنترول احتفلوا جايبين كيكه يوم دخلت متسابق عشان مفتكوا منك. نعم اي بس مش جيد. بس انا ابغى اسال سؤال، سالم انت تزعل من الانتقاد؟ الانتقاد الايجابي لا ما ازعل منه، اما السلبي، الانتقاد السلبي اللي هو انتقاد سلبي اللي هو ها مثل ايش؟ اللي فيه نوع من قله الادب، يعني انت انتقاد فيه يعني شخصنه، فيه انتقاد سلبي يعني بيضرني انا. طيب انا لو انتقدت قصيدتك الان بتزعل علي؟ لا ما بزعل عليك. طيب قصيدتك هذه مدموره يا سالم مره، يا 4 كسور. عطني الكسور اللي فيها، عطني الابيات اللي فيها. طيب تقول حق جعلها السلاء. ايه ها البيت اللي فيه جعلها السلاء. ايوه ايش هو؟ حظنا شين وحظ هذول مشترجين. نسيتها والله دقيقة. حظنا شين وتردى وجعلها السلاء، ما يبيها في الزعنة فالسلوم وفي الوجيه. لحنها. حظنا شين وتردى وجعله بالسلال، انت مش جعلها السلاء. يفزع لنا فالسلوم وفي الوجيه. مكسور يا سالم راح فيها. انت دققت على ذا والله. دقيقة. البيت الثالث، ايش البيت الثالث في القصيدة؟ البيت الثالث؟ ايه. يا وجودي وجد من عاش في صم الجبال، حده اللي حد جده وابو جده وبيه. وجود اللي بلا الدهر مع كل جال، كل ما يسبح يجي الحظ عن والديه. انا اراهن كفهد على هذه القصيدة فيها اي كمل. يا وجودي وجد من عاش في صم الجبال، حده اللي حد جده وابو جده وبيه. أو وجود اللي بلاه الدهر مع كل جال، كل ما يسبح يجي الحظ يلعن والديه. هاتوجد والتوجاد ما فاد الرجال، لكن الحظ الردي مبتليني ومبتليه. الردي حظه يفوق الهقاوي والمجال، والكفو حظه ردي والردي ملد فيه. ايوه دايم زبون الكفو الاجتهاد والانعزال. وقف، هذا لحن.
دايم زبون الكفو. هذا ما هو هذا مكسر، هذا مو مكسر. دايم زبون الكفو، دايم زبون الكفو، الاجتهاد والانعزال، لا لقى أنت أجبرت اللحن قبل يروح ولا عليه. ياك شد يا سالم عشان تضبطه. يعطيك العافيه يا سالم، بيض الله وجهك. يعطيك العافيه يا سالم. شوف سالم عشان تكون بالصوره. انا ما بس هذا في البرنامج، ركز يا سالم. تبيك اقول يا سالم، اذا انت ممكن تكون مقبول، يعني البرنامج مش برنامج شعري عشان نقيمك على شعرك. انا داري، انا فاهم فاهمني؟ لكن انا ممكن تجيب انت قصيده في البرنامج وانتقد انتقاد احد من هذا تزعل، لان وجهك انا اختلف معك. لازم تستاذن، لازم تستاذن. لا شوف، هو وجهي يختلف انه عرفت. انا ماني متوقع ان فيها كسر، عرفت؟ توني اركز صدق. عادي، انا اكسر عادي، انا اكسر. ايوه، اي شاعر يكسر، الجميع يكسر، الجميع يتكسر. اي انا فاهم، بس انا اقول لك انت الان غضبت، زعلت. لا والله ما زعلت، يشهد الله ما زعلت. بس قبل شوي تحدى يا سالم، دقيقه سالم، قبل شوي تقول اتحدى اذا في كسر، الان تعترف بالكسر. عديتها قبل شيء، انا عديتها قبل شيء، عديتها لحنتها لحنها تو تدري. ما هي بسنه، انا افداء وجهك ما هي بسنه. اقول فالك التوفيق يا سالم. بعد بسأل سؤال ختامي. سالم اسلم، كيف تحكم على النقد انه سلبي او انه ايجابي؟ هل هو حسب اهوائك؟ لا. اجل، كيف تقيم؟ من اللي يقيم النقد هل هو سلبي ولا ايجابي؟ والله يعني اذا جاز لي النقد بقول هذا نقد حلو ايجابي، واذا ما جاز لي بقول هذا سلبي. لا ما بقول كذا، ما برد زي كذا. انا انت قبل شوي تقول انا اتقبل الايجابي ولا اتقبل. صل على رسول الله. على اساس هو سالني يقول هل تتقبل النقد؟ قلت ايوه انا اتقبل النقد اذا هو ايجابي. من يحكم؟ ايش الفاصل ما بين النقد الايجابي والسلبي؟ من اللي يحكم؟ قلت لك لنفترض فهد ناقد، فهد ناقد انتقد، تمام؟ النقد كله ايجابي، لان لو كان نقد سلبي فهو لتصحيح شيء سلبي عندك، وان كان جارح فهو تصحيح مسار عندك. رؤيه فهد فهو ايجابي في نظر فهد، لكن من يحكم ان النقد سلبي او ايجابي؟ والله شوف، انا كلامي انا اقصد ان اذا علمت فهد قبل شوي قلت له اذا في قله ادب شوي، يعني اذا في شخصنه، اذا في يعني شخصن الموضوع بجديه مره، هو في نقد ايجابي، يعني مثلا يقول مثلا يا فهد الله يلعن الشيطان. نقد فهد قبل شوي بقصيدتك ايجابي ولا سلبي؟ لا ايجابي. كويس، شكرا سالم، يعطيك العافيه. هذا المثال، يعني زي قلت لي مثال، بيض الله وجهك. شكرا لك سالم، شكرا الله يعطيك الله يستر عليك ويحفظ وجهك. يا مرحبا يا حبيبي. طيب يا اخوان، الله يحييكم يا اخوان، ما نبغى نطول يا اخي. احنا احيانا بعض الناس نرتاح لهم يا اخي. والله ترى اخذنا تقريبا الان مع هذا والله صدق ترى 20 دقيقه ترى. والله 20؟ ايوه صادق. انا بعلم، لانه دخل الساعه 11 و50 دقيقه، الان الساعه 12 7 دقائق، يعني 17 دقيقه كثير والله. فنبغى بس نحرص على السرعه بس. لازم. الان ناخذ احد الاشخاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. حياك الله. حياك الله يا سعيد، يا هلا والله. يا مرحبا يا ابو عبد الله. ابرك الساعات، يا مرحبا. الله يبارك في عمرك. يا هلا. عرف بنفسك يا اخ سعيد. لا قبل يعرف بنفسه سعيد. اول الاولات شوي لبيك. كم عمرك؟ 40؟ اخونا انور في ال40. عودناه. لا انا عمري 27 سنة. اكيد. بالضبط. نعم 27 سنة. عرف بنفسك يا سعيد. انت اول شيء بصفتك ايش تقول؟ عارف عن نفسك. صفتي فهد معيان، مدير القناه موجود. لجنة. انت فهد معيان والعافيه المبطحه يا فهد معيان. هذا شوي حبيبي. لا سعيد، دقيقه سعيد. هذا اللقاء رسمي، استاذ فهد هو من يدير الحوار فيه. حلو. انا كلام واضح. انت مدير القناه، هذا مدير العمليات. اسمح لي سعود العتيبي مدير القناه في القناه، انا الان ادير اللقاء لو سمحت. وش الدليل؟ الدليل انه هو قال لك ان فهد معيان يدير اللقاء. ما قال، ما سمعته. اسمع. فهد معيان هو من يدير اللقاء.
ايه دحين ايه مضبوط. عادي الحين انا اسف استاذ فهد. طيب عرف اسف غير مقبول وعرف بنفسك. سعيد الدحبيب شاعر وفيلسوف وروائي ويجيد العاب الخفه، وغني اجنبي. طيب غنى راب. stamattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina mi sono alzato, io prevalto bil passo da partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, porta via ديسي bello di morì. الله ايش الصوت يا سعيد. والله ما توقعت يا سعيد. ايطالي يا ابو عبد الله، ايطالي. اسباني مش ايطالي. ايطالي لا ايطالي. هذه قنية المقاومة الايطالية. اذا انت ما عندك خبر، انت معلومة من جمجمتك للعودة اللي ما تجمع معلومات، هذا شيء رجع. لا ثاني مرة. سعيد الله يمسيك بالخير. ارحب ابو رحيم. يا مرحبا. تبقى يا شيخ بشوش وتضحك وقصيد وغناء، بس وش اللي يضغط سعيد اللي يطلع من طوره؟ اللي طلع يقول نبي نشوف وجه سعيد الحقيقي اللي يزعله. وش هو اللي يزعلني؟ يقول صدري بعض الاحيان من دنيته غلق، يصبر وهو يا كم من الصبر عانى، والعقل في مستقبل ايامنا علق، لو حاضر همومه عليه التدانى، ماني بحسد الخلق يا حاسد الخلق، لو نسلف للضيف وجبة عشانه، نصمل على المعزوم وحجاجنا نطلق، وندسم الشارب ونكرم الحانه، يا من بنا من كان من دنيته قلق، ثم تقلق الدنيا لصار بحمانه، نفلق هموم الناس بصدورنا فلق، لو كان جور الوقت يبحث خفانا، اللي يخلي ضيقتي توصل الحلق، اللي يعذبنا وهو في ذرانا. ما شاء الله صح. هذا رد على جوابك ابو رحيم. هذا بيته هذا ملغوب. لا شلون؟ وقف ليه ملغوب؟ البيت الاخير. البيت الاخير ملغوب، اللي يعذبنا وهو في يعني ايش الان؟ انت كنت تقول لا احد ينتقدني. لا الا انت تقول قصيده قديمه هو. انت الان وردت هذا الحين في مقابله عشان ما حد ينتقدك. لا ليه ما تنتقدني؟ انا اشوف اللي يسلم لحيته. اسمع اللي يسلم لحيته للرياجيل يقبل لياتيه. انا ما سلمتك لحيتي يا سيدي. انا اقول لك لا، انا جايكم مسلم لحيتي، انا رضيت بكم كلجنه، فانا اتحمل ياتيني. سعيد بسالك سؤال. ها فيلسوف انت صح؟ نعم. عمرك صحيح 27؟ اي نعم صحيح. الصحيح يا سعيد. شوف دامك الحين بدامني ما بعد حلفت بالله، فان شاء الله الصحيح 27. ترى بكره بكتب سعيد الدحبيب العمر كذا، يعني ما يصلح انك تجي الان رقم بكره يطلع رقم ثاني. انت سؤال، انت ابو عبد الله جاني ما ابكيك ولا ذوق حزن، انت يومك تحارفني ورا ذا العمر وتنشد من ذا العمر، يعني بس لازم بعطيك سؤال فلسفي. ليش سعيد الدحبيب هيئته خمسيني وعمره 27؟ ايش اللي وصل سعيد هذا ماذا فعلت السنون ال27 بسعيد حتى يصبح شكله خمسيني؟ ابى اعلمك، قد سمعت رد النصيب، انا رد النصيب عرفني بشخصين، واحد ايوه ومحمد عيرب، فلك ان تخيل اثنين. لا دقيقه، انا والله شوف طلع ايوه والله انا في ترى فيه له قصيده فيها اسفاف عظيم، اللي قافيتها ايش قولها اسفاف، اللي قافيتها ايش على ايك سيراميك. اول لوات هذه القصيده والله انك داري انها ملفقه على سعيد الدحبيب، انا ما بعد نزلت بالقصيده الى مثل هذه الامور. دام ما ذكرها اليوم يا فهد فليس مجال انه بيض الله وجهك. بس ما يذكرها بالقناه ابو عبد الله، ما راح يذكرها. شلون يذكرها القناه؟ اول شيء ناهيك عن امر ثاني. سعيد انت يا فهد عيان، انت ما تبغى تقبلني، علمني الحين وخلني اروح لاهلي. اسمع سعيد مكافح، اسالوه يا جماعه الخير كم مره شارك في البرامج، شارك لين طفشت منها انا. خلاص يا اخي خلاص يا اخي شعوري ورا حلمي وانا صايده واخطيه، اخاف انه احلى من شعوري اذا حققته. بس يا فهد دقيقه، مشاركه سعيد ترى ما تجاوزت يوم واحد حسب معلوماتي. كم مره قدم علينا ايام، بس ما تعتبر مشاركه يا اخي. انت شوف يا ابو عبد الله حقت الحست
ابو رحيم واضح اني ما جزت له كلش، واضح انه قاعد يقول ذا المري قاعد يدلف. لا سعيد بقول لك شيء، لا سعيد انت مقبول وجهك طيب ولا يحتاج. الله يطول عمرك. بس هل الهجوم اللي صار على فهد هل هو نقدر نقول في ميانه بينك وبينه؟ اي والله من باب محبه وتقدير ابو يعني الوضع بكره يا ابو عبد الله. انا ما اعرف كله عن طريق الجوال. شلون يعني في ميانه بينهم وفي ما اعرفها يا احمد، فهم ما اعرف، اعرف انه صديق لصديقي، صديق لمحمد دعير. حلو، اشكرك انك اعطيتني نبذه بسيطه عن اللي ممكن يصير لي لو هل تعتبر هذه من المميزات يا سعيد؟ ما هي مميزه انه صديق احمد عيرم؟ يمس اوه نعم، هذه موهبتي انا مقدمها. مش سالوني قالوا ايش موهبتك؟ قلت موهبتي صديق محمد عيرم. دقيقه، في المقطع يا ابو عبد الله الله يحييك كاتب يعني كذا مصور انا سعيد الدحابيب، يوريني اياه فلاح، انا سعيد الدحابيب موهبتي اني صديق محمد دعير. هذه موهبه عظيمه. هل عندك اعتراض عليها يا فهد معيان؟ سعيد اتوقع له في البرنامج بيشغلنا بالكرك. لا عاد احنا تاريخنا مع الكرك سيء. ليه؟ مصيبه. والله شوف خلينا نعدل، كان في واحد يسوي كرك ما ينشرب. لا والله نربح الحياه. برنامج كامل ان كان يقبل. اسمع الكرك هذا ما ينشرب كله، يجي ناخذ مجامله اذا راح كبيناه. ابد انا اتكلم عن نفسي، الكرك اذا ما عجبك والله لك الحق ولا تبغي كله. طيب يعطيك العافيه يا سعيد، شكرا بيض الله وجهك. يا مرحبا يا حياك الله. سعيد الله يحفظك ان شاء الله، بالك توفيق يا رب. يسعدكم. والله ما حد يتواصل معك يا سعيد. لا ان شاء الله بتتواصلون معي ان شاء الله. الله يحفظك. يا هلا. سعيد عمر ابونا ادم يقول عمري 27 جنون. بس انا اشوف انه مميز جدا سعيد، بعيدا عن العمر ولا بعيدا عن هذا من النوع طال عمرك اللي فهد يلخمك كذا بالمداخلات، ما يمديك تكمل سالفتك. حياك الله سلطان. يا مرحبا، الله حي استاذ سعود. وش السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميع، او صبحكم الله بالخير لا صح. عرفنا عن نفسك سلطان. اسم سلطان بن مفلح المدارية، ابلغ من العمر 21 سنة. طبعا سلطان محب للقصص والشعر سبقا، وان قلتها سابقا الهدف من تقديمي للبرنامج اني اسعى وراء احد من اسباب توفيق بعد الله وتحقيق اشياء واجد راسمها على خطه واضحه باذن الله. عطنا الخطه اللي نعرفها. وش الخطه يا اسال يا احمد، دخلنا على بعض. ايه ما اقول الخطه هذه ناوي تصلها انت بتصلها؟ باذن الله، انا باذن الله. عطنا واحده منها. طيب الخطط طال عمرك، طبعا امتلك ولله الحمد متجر الكتروني، متجر الندر للعود. طبعا شو اسمه، المتجر يحتاج قوه اعلاميه. حلو. فلوس ها؟ احيانا. وداخل يستاهل عشان يروج المتجره. لبيه. طبعا المتجر يحتاج قوه لان ما هو محل. لو انه محل، المحل بيكون واضح للملأ، فهمت؟ اي انسان مر بيدخل على المحل، لكن المتجر الالكتروني عندي في البيت ما راح احد يعرفه، فهمت؟ فالفلوس اللي انا بعطيها المشهور عشان يعلن لي المشهور هذا وهذا وهذا، انا ولابه ان يدعم المشروع حقي واوقف على ساق وقدم. كم وزنك يا لبيه؟ كم وزنك؟ وش السؤال الشاطح ذا يا ابو معيان؟ احد يسأل عن وزنك، كم وزنك؟ كم ودك انت؟ مو كم ودي، انا اسال كم وزنك المفروض تجاوبني. وزني طال الله في عمري، والله اني مبطئ ما قست يا فهد. السيارة تتحرك؟ لا واقف. ما ادري شوك تتحرك واجد. لا سلطان بالنسبه لسؤالي دقيقه، كم وزنك؟ دقيقه انا اصبر. اخر مره قست يا ابو معيان والله اني ما ادري، الظاهر كان ما بين ال 85 ل 90 حول. كم طولك طيب؟ طولي 173 ولله الحمد. غير يا ابو معيان. سؤال ثاني. دقيقة، عطى علاج يا دكتور. اسئلة الدكاترة ذي فهد وش؟ والله ما انا بعلمك. الله العالم انسان صوت. الله العالم سلطان. يا سعود، انت كم مرة تعاني انك تنزل لبعض المتسابقين 5-6 وجبات؟ صادق صح. يعني باكلها انا كلها. لا مع ابو معيان مسوي رجيم، ما عليك مسوي رجيم.
انت تعرف ان نمر يعني احنا ندي 3 وجبات للانسان الطبيعي، يجيك واحد وزنه 95 كم بياكل وجبه؟ المشكله اكثر واحد كان ياكل هادي وزنه 33، انت لا يغرك الشكل. نعم صحيح، احيانا يمكن السمنه تكون من اسباب واجد، مو بشرط من اكل. سلطان طيب احمد يسالك يقول صوتك زين. لا والله يا ابو رحيم. طيب تقول عندي سوالف صح؟ لبيه؟ تقول عندي سوالف؟ ايه قصص مختصره. يلا عطنا ما دام مختصره. والله شوف، في قصه هالايام دي صاير ارددها واجد، طبعا هي والله اني ناسي اسم شاعرها حاليا، لكن المعنى القصه انه كان في احد المستشفيات، حلو، وارسل ابيات لشخص مقصود فيه، يقول حال الممات ولا حصل نقضي الدين، والحضن دونك واحد واصل له، اعوذ بالله، ودد الحضن دونك واحد واقف له، مري شمال ان كان ودك تستمرين، مري على قبري وشوفي محله، برض الشمال وقبلة القبر رجمين، الرجم الايسر يلحق القبر ظله، وان كان ودك فوق قبري تصلين، اللي سجدتي في اللي الراس كلها شم ريح مثل ورد البساتين، وجسم كلاه الدود وصلت سبله. الله سلامتك. وين القصه في الموضوع؟ القصه اللي هي نرسل الابيات للشخص المقصود، فهمت؟ سلطان اول مره تقدم في برنامج واقعي؟ لا، سبق اني قدمت قبل. قدمت قبل كان عمرك؟ كيف يوم كان عمري؟ انت الان عمرك 21 سنه صح؟ ايه قدمت يوم كان عمري 20 عادي. يعني السنه الماضيه؟ اي نعم. ما تشوف، اسمح لي، طبعا الاعمار مجرد رقم، ولا العمل بعقول الرجال وقلوبها، لكن انا اتكلم عن تجربه، يعني ما فيها شيء. ما تشوف انك بدري انك تقدم على برنامج الاولى انك تلتفت لدراسه، عمل، حياه؟ لا اتكلم. ها؟ لا، اشوف اني بالعكس ان هذا الوجه الصحيح. ليه؟ لان يوم تجي انت في العمر هذا، في اشخاص يكون مخه ما عنده اي محتوى في الحياه، ما عندها اهداف يمشي عليها، لكن بالنسبه لي انا لا، اشوف ان العمر الصحيح اللي يبدا فيه اللي هي ما بين 20 الى 30 سنه عشان اكون عمري، وما بعد ال30 هنا خلاص، فانت تجاوزت مرحله ثانيه. الحين انت في مرحله انشاء العمر، فما قبل ال20 كانت دراسه. الله يعطيك العافيه. سلطان بعيدا عن اذا قبلت او ما قبلت، اول شيء اهنيك على هذه العقليه. جميل جدا ان الواحد يبدا حياته التجاريه من بدري، وهذا اصلا وفق رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030. يعني لو نلاحظ ان احنا نهتم او الدوله تهتم بان توطين الوظائف، ايضا المحلات يكون الشباب السعودي هم اللي يشغلونها. جميل جدا انك تبدا مشروعك، والاجمل انك تحاول تخطط كيف تروج لمشروعك. انت قاعد تمشي صح، الله يكتب لك التوفيق، سواء كان لك قبول او لا. انت على الطريق الصح، استمر، صدقني ان شاء الله باذن الله تعالى ستصبح من الاثرياء باذن الله تعالى. الانسان اذا حط له هدف وبدايه صح فسيصل. سلطان ابي اصل امور واجد. انا اتوقع ان الرجال هذا صبره طويل ما شاء الله تبارك الرحمن، وعنده طموح، وانا خابره تقابلت كم مره، فاجعل ربي يوفقك يا سلطان، تستاهل الخير. قبلت وما قبلت هذا دربك وانت تبتصله باذن الله. نعم، هي احد الاسباب اللي افعلها باذن الله، ولكن الطريق باذن الله ان امامي طويل باذن الواحد الاحد. الله يوفقك ان شاء الله. توفيق سلطان حبيبي. يا هلا يا استاذ فهد. استنى قلبي وانا سلطان اطلع يا اخي، اطلع يا اخي. يلا ودعناكم الله، والله العظيم اني ما ادري كيف. اوه اله الا الله. يلا ودعناكم الله. لا بس دقيقة، بعد دقيقة سوي حركة، بعد دقيقة، لا اله الا الله، خليه يدخل علينا هذا، نهجم عليه. اسمع، كل وقت واحد. اسمع، بدخل واحد عمره 100 سنة. حلو. الله اعلم عمره 100 سنة، طوله 6 متر. اللي شفت انا شفت المقاطع، عرضه 4 متر، عرفت؟ حلو. اذا دخل اسكتوا في البداية. ايه بعدين كان ما عجبنا، نعتذر منك ونشوف ايش ردة فعله. يا بيبي واحد كذا يغير جونا. يلا
السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. سلام. فرصة طيبة يا سنعوسي، بإذن الله تعالى إذا جاك قبول بيتواصلون معك الشباب. الله يجزاك خير، أنا ما أرد طال عمرك. ما رديت أنا، حياك الله. شفتنا إذا كان بيكون لك قبول بإذن الله تعالى بيتواصلون معك. إن شاء الله بإذن الله. حبيبي الله يحفظك. يا هلا مرحبا. من عندك يا سلام سعود؟ تقدر تطلع بعدين؟ طيب نلعب جولة؟ لا أعتقد ما في مقابلة. مقابلة شخصية، معليش يعني. مطول أنا والله، أكيد هذه فرصة يا أخي لازم استغلها. يقولك تجيك صيدات أنت فك الطوابير. نعم. صبحكم الله بالخير. كمل يا سنعوسي. مقلب يكتبون. أول شيء السلام عليكم، صباح الخير. طيب ايش فيك قفلت انت ولا انت كذا نفسيتك؟ لا والله مش عمل. تعامل شمري انت. اي شمري الغالي. ونعم. طيب شمالي صدرك شمال. بالعكس ما قفلت. لا واضح. لا ما قفل يا استاذ احمد. عرفنا باسمك طال عمرك ومن وين وكم عمرك الله يسعدك. اسمي محمد الشمري من الرياض، عمري 32 سنة. نعم. متوظف؟ الحمد لله. ايش التخصص؟ ضروري؟ إيه؟ لا. قل لي لا. ها؟ قل لي لا خلاص. إيه؟ طبيب اسنان. ما شاء الله تبارك. طيب محمد انت يعني ما شاء الله مهنتك مره حلوه. طبيعي انك تستلم راتب عالي. جالس اشوف يعني انا شفت اليوم اطلعت على مقاطعك في بيئه عمل حلوه، ايش اللي بيخليك تترك بيئه العمل هذه وتتجه الى برامج الواقع بيكون فيها ناس بينك وبينهم اقل شيء 12 سنه، يعني الشخص اللي كان في المقابله قبلك كان عمره 20 سنه، ليش بتترك وظيفتك وبتتجه للمكان هذا؟ أول شيء أنا إن شاء الله ماني تارك وظيفتي بشكل دائم، ولكن كل شخص وكل إنسان له رسالة في هذه الحياة. فأنا إن شاء الله إذا دخلت البرنامج بدايتي راح تكون بعد نهاية البرنامج لشيء لي أنا أكونه. البرنامج مواهب، فأنا إذا بدخل البرنامج وش الشيء اللي راح أفيد فيه لو شخص من المجتمع، لو شريحة؟ هل الشعر؟ هل التمثيل؟ الأشياء لها أثر؟ هذه أشياء مؤقتة فقط. فنظرتي أنا البرنامج ما هو إنه نظرة مادية أو نظرة لكي يكسب فيها شهرة أو شيء، بل انطلاقة إن شاء الله لخط سير. وش الخط ذا يا أحمد السنعوسي؟ خط السير هذا اي وش هو؟ لازم أقول كل شيء هنا. أدري عنك أنت داخل علينا، أنت بتقدم برنامج يبي لك خط سير. أسألك عنه وش؟ أقول لك أنا البرنامج مقابله شخصيه، اي سؤال يسالون ما أدري يا الربع. لا بالعكس، أقول لك البرنامج هو سألني ليش تطلع من تخصصك والمال وربط المال وربط الأشياء هذه. أنا ما هي أمور مادية أو شيء، بالعكس. الله يزيدك الله يزيدك. إيه أنا أخطط ما بعد البرنامج. طيب أحمد ايش خطة ممكن تقدمه؟ سام المحتوى اللي ممكن تقدمه في البرنامج. والله شوف، الشخص إذا كان لديه يعني معرفة في بعض الأمور والأشياء، حاب إنه يوصلها لأكثر من شخص، لأكثر من شريحة. البرامج المنابر الإعلامية هي يعني سلاح للشخص اللي بيصل لأكثر من شخص، لأكثر من شريحة، لأكثر من شيء. الأشياء اللي أنا أبي أقدمها، الأشياء اللي أنا بحاول أقدمها، أنا جالس أتدرب أو أتعلم. أبو عبد الله عندي سؤالين يا محمد، اسمح لي محمد. عندي سؤالين. السؤال الأول 32 سنة ويعطيك طولة العمر، تقول بدايتي ما بعد البرنامج، ايش اللي كان قبل هذا كله؟ ما كان بداية؟
بداية اللي بقدمه أنا في البرنامج من الأشياء اللي أنا داخل فيها عشان البرنامج. أما من ناحية شلون الاشياء تقدمها؟ يعني ما قدمت هذه الاشياء قبل؟ قاعد تنتظر لين جاء عمرك 32 سنه بتقدمها؟ اي نعم، ليش ما لا؟ تحس انه صعوبه؟ نهدي للحد في اشياء يعني كنت تجمع المعلومات واليوم تبدا تنشرها؟ لا طبعا، وما في من العلم الا قليلا. طيب انت سؤال شيء ثاني، قلت ان الشعر والقصايد وانها محتوى ينسى ويترك. لا شوف انا اشوف اكثر المشتركين يعني هذه مواهبهم، هذه ميولهم، هذه الاشياء. طيب انت كانك انتقصت منها، انا تقول تنسى. لا طبعا انا بالعكس، ليش انتقص؟ بالعكس يكونون منافسين اذا دخلنا، ولكن انت قلت يا محمد، مو انا اللي قلت، انت اللي قلت. انا قلت لك شوف لو سمحت، قلت لك مثل الشعر والاشياء هل تضع اثر؟ هل ممكن انه ينسى؟ لا انا ما قلت ينسى، قلت شيء مؤقت. يعني مثلا شخص موهبته التمثيل مؤقت، يعني ايش معناته؟ انه ينسى. شخص موهبته او غير مهم. عود يمكن انت اعلم مني بهذه الاشياء بالبرامج الواقعيه، فانا تكلمت على نقطه انا ما بعد البرنامج. انا ما يهمني يا احمد بعد اذنك الله يخليك، انا ما يهمني ايش بتسوي بعد البرنامج، بتقفل جوالك تستمر في المحتوى، انا ما يهمني. انا يهمني برنامجك هو البوابه لي انا. اسمح لي الله يسعدك، برنامجي انا يهمني ايش بتقدم فيه وقتك، ما بعد البرنامج هذا لنفسك مو لي، انا يهمني ايش بتقدم لي انا. لانك انت الان جاي كانك شايف ان البرنامج مجرد كوبري يعني لا بالعكس، ليش؟ ما كذا اكمل بس. انت تتخذ العبور الى احلامك، اني انا سالتك ايش ناوي تقدم في البرنامج، دخلت طوالي على ما بعد البرنامج، البرنامج نفسه ايش بتسوي فيه؟ لا شوف استاذ، يمكن يرسم خطة بداية اللي بعد ذي، اللي بعد اخراج الامور قبل ما ادخالها. طبعا انا تكلمت على الشيء الشخصي لي انا يهمني ايش بتسوي في البرنامج. يعني من الاشياء مثلا نشر الوعي بالاشياء اللي انا تعلمتها، اذا على المواهب والشعر والقصيد، هذه الامانه يعني نحن بيئه شعريه امتلكها لكن ما اطلع لها كثير. يعني انا لما ادخل البرنامج، لما في شخص مثلا تاثر بشيء، وعى من حاجه ممكن انا طرحتها على سبيل النقل، بالعكس هذا الشيء يفيدني اكثر من اشياء كثيره ثانيه. طيب محمد، تتقبل المزح؟ اكيد، لا كيف ما تقبل المزح؟ شخصيتك كذا احسها. لا بالعكس، طبيب انا متوتر كبير. الطبيب هذه مهنه يا المهنه تؤثر على الشخصيه يا محمد. كيف؟ المهنه تؤثر على الشخصيه. اذا نقلتها برا مكان المهنه فعلا ممكن تاثر، لكن شخصيه انا اشوف محمد بينفعنا، ما راح يطلع مستشفيات. ما ترى الحاجب، انت السحاب وحنا المطر نجي من بعدك. ما راح يطلعوا مستشفيات ومتسابقين ولا راح بيعالجوا. لا الله يبعدهم، بالعكس انا ما علي، انا اكون اذا قبلت متسابق زيهم. لا يعني ما نحتاجك دكتور بعد ممكن اذا سنون تسوست ولا شيء يزهلني. يعطيك العافيه. شكرا لك، هذا اللي نحتاجه. شكرا لك يا محمد، ونعتذر عن البدايه كنا نمزح معك. لا بالعكس والله، بس انا الكومنت ما قلب فما ادري. شكرا لك. يا هلا فيك. هلا. انت اللي تطلع محمد، مو احنا نطلعك. خلاص سجل. لازم تطلع انت الله يسعدك. يلا فما الله، موفقين ان شاء الله. اللي بعده. طيب لا تقول لي اللي بعدك انت تأمرني. خلص. يا اخواني في واحد اسمه هنا خلني بكلمه. طيب اول شيء خليه يقفل التعليقات اللي اسمعوا السالفه. في واحد هنا اسمه محمد العواد، حلو. يوم بلغوه الشباب اني ببث معه وطلبوا منه الشباب انه يضيفني عشان اقدر ارسل له قسط، قام فتح بث. حلو. البث فاضي ما في احد. ايش يسوي في البث؟ يسوي تست للمقابله. هو يسال نفسه سؤال ويجاوب على نفسه. انا دخلت معه قام يسوي تست، عرفت؟ انجن علي كان ماني موجود، قام يسوي تست بدون صوت. بيدخل الان بنطلبه يسوي يقول نفس التست اللي سواه، اذا ما سواه ولا يمشي. خلاص يلا. جيب قطره لي تحت، جيب قطره عين. مرحبا ألف، يا أهلا وسهلا ومرحبا.
حياك الله استاذ محمد. اهلا وسهلا، السلام عليكم، اسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، كيف حالكم طلال؟ حياك الله طول عمرك. عرفنا عن نفسك الله يحييك. اولا معكم اخوكم الصغير محمد العواد، معلق صوتي، مقدم اعلامي، مذيع داخلي في بعض المباريات، رئيس نادي سابق في قناه رئيس في نادي سابق. عيد سوي يا محمد ما شاء الله على ذا المناصب، لا اله الا الله، وش جاي يسوي يا فهد؟ يا محمد دقيقه محمد باقي كل بوفيه رئيس مطعم. محمد والله اني حافظ، خليني اكمل. صلي على النبي، صلي على النبي. الصوت عندي فهد، خلي عدل الصوت. صوت واضح يا ربع؟ ارفع الجوال، ارفع الجوال. شو اسمه؟ تقدر تركب السياره بعد اذنك؟ ابشر. شرب ترى والله اني خلني دمي حفظ الشيء. خلي يجيب مواهب يا فهد، خلينا نسجلها، انا ودي اسجلها. يلا يجزاك خير، خلينا الربع اعطوني جوال خليني انير، يقولون الولد هذا من ولدي. ما يحتاج وجهك منور الحاله، بس انت نبغى نورك الله يحييك، بس افتح الموتر الله يعلم. يقول هذا من ولده. والله ما نقولها، ما شاء الله، احنا نقول هذا ايش باقي وظيفه ما اخذها. لا عاد اذكر والله، احنا جينا نستعرض. محمد انت سببت لنا صداع يا محمد، عجل. لا والله لا اتقل شويه ابو ترى. لا استاذ محمد الله يحييك، انا دخلت عليك وانت تبث وتسوي بروفه، صح ولا لا؟ الله يسلمك، بس خليني بالله اكمل شو اسمه ابشر. ما عندي، خلي يقولها بالله. انا من مجهزها، شفت اللي بشوين فلا. يلا قولها يلا. يلا كمل. يلا بسم الله. محمد عرف بنفسك. نعم شو اسمه، ذكرت لي مشوين ولا عيده؟ لا من اول. عيد من جديد. بسم الله. شو اسمه، اللهم سكن. شو اسمه، معلق صوتي، مقدم اعلامي. يا الربع اعذروني، واحد كتب شهيقنا فيه الله يسامح. استغفر الله. شو اسمه، لا اله الا الله. انا ربع والله ترى مو على كيفي، انا ممكن معلق صوتي، مقدم اعلامي، رئيس نادي سابق، رئيس نادي سابقه في جامعه حفر الباطن، مذيع داخلي في بعض المباريات. قدمت في شو اسمه يعني تقديم اللي هو اعلامي امام امراء وكذا، فشو اسمه الحمد لله. كذلك قدمت مثلا بعض الجلسات الحواريه كشعر، امسيات اقصد، وكذلك في جلسات حواريه. يعني اعشق الريالتي في حياتي، فما بالكم اذا دخلت قريه، يعني شوفوا عاد وش يصير. فانا يعني اركز على كلمه دخلت. طبعا الكلام اللي سردتها الان كله، هذا هو البروفه اللي جالس تسويها من صلاه المغرب؟ والله شوف، ما هي بروفه، لكن انا اتخيل انها قال فهد معيان. طبعا فهد العيان لا يصكك بوحدته معي بالحرم. والله انا ما ودي اسوي البروفه والله. مش هذه بعد بروفه يعني. هذه بروفه الوظائف يا فهد، في بروفه ثانيه يمكن الموهبه، هذه الوظائف الاولى. طيب عطنا الموهبه تعليق صوتي، انا اقول تعليق صوتي يقول. طيب عطنا موهبتك، ورنا. دقيقه كم حسابك البنكي يا محمد العواد؟ احد الله يحييكم، انتم داخلين طمع الله يعافيك. لا يكسك سلمي كذا. محمد صوتك صوت غني، هل انت فعلا غني؟ ان شاء الله غني بالعلوم الطيبه، اما الامور الثانيه غني في ان شاء الله. اما الفلوس يا ابو معيان تروح وتيجي، يرزقنا الله معك. عن الفلوس، معك فلوس؟ ابا عليك، احنا غنيين ان شاء الله على ما قيل بديننا الكريم وامورنا الطيبه واخلاقنا. كلنا غنيين بهذه الاخلاق والدين، انا اكلمك عن فلوس، هل معك فلوس؟ الفلوس تروح وتيجي، ما هي مقياس. لو مقياس والله لو انها مقياس انا اعتبرها، اني لا اقول لك كم، لكن ما هو مقياس. انا اعتبرها مقياس، وانت جاي عندي في اللجنه وانا اشوف اني ما بعطيك صوتي الا اذا كان في حسابك اكثر من 3000 ريال. بس اعتبر هذا شيء يهيني، يعني اذا بقيس لك بنفسي انا بفلوس، انا الحين جايك يعني اعرضك شخصيا. يعني انت ياس كلنا احنا انا واحمد الحيم جايين بمقابل بفلوس. طيب تبيني احول لك، بس ما له علاقه شخصيتي الحين على شخصيتي. لا والله ابو معيان، قصدي احول لك من محبه. رشوه؟ يعني انت راعي رشاوي يا فهد؟ لا احول لك من محبه، اذا تبي ابشر علي بحرب، لو تبي يعني تعطي فهد ما تعطيني. انت بس مشي الامور، خش الليله وابشر.
برنامج يعني سام ايش بتقدم في البرنامج؟ والله شوف انا معلق صوتي يعني خارجيا يعني بالحياه بكمل يعني. طول البرنامج متعلق يا محمد. خليني اكمل الله ابشر، بعلق بالبرنامج وبقدم بالبرنامج وجلسات حواريه بالبرنامج انا ريالتي بالحياه فدخلني بقريه فشوف الريالتي. انا عاشق الريال لان شوف اكون معك صريح، الحياه فيها ايش؟ لابد تصير ثقيل تصير خفيف. ثقيل وين؟ بالاماكن الصحيحه اللي تكون فيها ثقيل، وثقيل ما هو كلام. خفيف وشو خفيف؟ ما عاد اخبار لكن خفيف يعني اعطي كل ذي حق حق. فانا دخلوني وابشروا والله يعني. تقلد اصوات واقلد اصوات بس ما شوف انا ما جيت تقليد اصوات. انت تقول انا اعشق الرياليتي صح؟ افعل الان وحجزناك في قريه، تقول الان احنا حجزناك في السياره. رياليتي وين؟ تبين ينكسر. تصرف راحتك يعني. اي شيء سوى يعني. حلال السياره انت محجوز. حلال التحويل لكن شو اسمه. وين اروح انا العيد؟ والله العظيم انا منكتب ما بالك يعني اسوي الرياليتي. محمد ممكن تعطيني نص تعليقك الصوتي؟ ابشر عطنا نص. المملكة العربية السعودية هي دولة عربية وتعد أكبر دول الشرق الأوسط مساحة، وملكها هو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. عاد لابد إني أمدح ربعنا محافظة حفر الباطن. محافظة حفر الباطن هي إحدى محافظات المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. تبلغ مساحتها 144 كيلومتر جرام. الله يعلمك. محمد أبمدح ولا عاد لكن محمد والله صوتك مرة حلو يا انت كاشت الان؟ والله شوف انا ماني كاشت، لكن توقعنا ان التسع والثاني يعني مرتب يعني، ويعلم الله اني اكشخ من ترى لا يغركم. الان انا اسال سؤالي، لا انت وراك انت كاشت الان؟ تقدر تقول. وين المكان اللي انت فيه؟ وين كشته؟ اخوياي ايش دراك؟ اخويا قال تكفى يا محمد فكر لا تنكبنا. لا قال لك ورنا قال اتق الله. محمد لا مسجل عندك مسجل؟ ايش قصدي؟ غير جو اخوياك الحين. في مطور والله في مطور. سوي نبي مقلب اي شيء سوي اي شيء. اذا نفذت احمد خلي على النبي يا سعود. والله محمد اذا نفذت طلب احمد بنقبل. اطلب طلبه. انت لا تضرب انت تامر. اسمع سعود بعد اذنك، اذا شغل اغنيه مخصماك ودقها في المسجل وفتح البيبان على المطوع لا انا والله ما اقبلك اذا سويتها. لا نبي شيء. لا غير مودهم بس. ايه والله العظيم ترى هذه المرحله. شوف هل انت تستطيع هذه تغنيك على الحواله تغير مود القريه بكره؟ شوف انا اقدر استطيع، بس يا الربع نزعل يعني المطوع ترى مو شغلي. ما عليك يعني بالحرم سالفه يقطع العلاقه والله العظيم لا اروح انا وياك فهد معيان وجهه، اما سالفه يقطع علاقتي عش انا والله لا ضبطك حق عيني. والله انا من يوم شفتك ما شاء الله حاضر بدري وانا داري انك تضبطني، لكن ايش اسمه خلني ايش تبون اشغل؟ ما تشغل شيء انت بدون تشغيل، غير مودهم بدون. اسحب شماغ واحد، اركض خلي مركب وراك اي شيء. بس والله يعني اركب السياره والحقهم فحط طردهم اي شيء. تصرف خلاص الدقائق الاخيره محسومه. روح ايوه انت تستطيع يا الربع. مساك الله بالخير. شو اسمه في سؤال معين، سؤال بسيط. يقول لا سؤال بسيط عادي الدنيا حلوه. لا سؤال بسيط. لا سؤال بسيط يقول يعني كيف يعني تتواكب مع الحياه، يعني كيف تعيش مع الحياه. سؤال بسيط عادي رد سؤال الربع ترى انا بيسكت ما قبلت والله ترى انتم نكبت يعني بحر دي عليك. انا بيسكت واخويا هذا وقت الضيق اللي يقولون عنه. كم فاصل في كلامه؟ هذا وقت الضيق الله. شوف علي بالحرام حاول تحذفه من عندك ها. فيها نكوات. جميل يا محمد، استمتعنا معك يا حبيبي. اي اضافه من عند الشباب؟ والله يا رب انا استمتعت جدا للامانه. محمد انا يمكن خفت من حاجه واحده، ان التعليق الصوتي ولا الاشياء هذه يمكن تربط في رسميه، وهذه ما نبيها مثلا اذا قبل محمد. والله اذا هذه شخصيه محمد فما شاء الله تبارك الرحمن مواكبها كل ابوها. والله شوف اكون معك صريح، حتى انا يعني في حياتي باكملها ما هو بس يعني بقري ولا غير. اكون معك صريح
لا اكون رسمي في الاشياء الرسميه والحياه من زملائك ولا حتى في بث، ما يعقل اني انا بجلس تقل مكتوب، بستانس يا اخي بعيش، ما تعيش كذا وتعيش. ادخلوا لي وابشروا. فرصه طيبه ابو عواد حبيبي. يتواصلون معك الشباب ان شاء الله محمد. بس الله يوفقك يا محمد. اعطوني شيء يعني يطمني الله يسلمك يعني. سقها. رتب شنطتك. لا سقها. مبروك روح. والله يا الربع هذه بحق، اما انك تقبلوني ولا سقها هذه ازعج. قال لك المدير مبروك 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 والله الله يبارك الله يا اخي. يعني كويس. احتفاليه سم احتفاليه. والله ترى ما ادري ايش تقولون. وش سم؟ يقول احتفل. محتفل انا يوم شفت وجه سعود الله يبيض وجه وجهكم فانا والعلم الله اني محتفل، بس ان شاء الله سوف نلتقي وسوف نحقق المبتغى جميعا. شكرا على التعاون. يلا لا ايش تقصد؟ والله ترى الربع والله العظيم سبني هذه بحق. اطلع قبل تراجع القرار نرجع. الله يستر عليكم وسوف نلتقي باذن الله. السلام عليكم. يا في واحد هنا اسمه والله شو هو هذا الهبد الزين، هذا بيهبد هبد يعجبك. ها يا فهد شو عندك؟ ابغى اتواصل مع محمد ما شاء الله كويس جدا يا اخي. بالعاده اللي اصواتهم ثقيله يجيك. انا خفت من الشيء. ايه لا بس روحه حلوه مره صراحه ما شاء الله. ايه والله اني خفت وما شفته يتكلم كذا، قلت يا بس لا بطل.